السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة مكملين في السلسلة بتاعت الاساسيات سلسلة اساسيات الكروشيه. كنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت طريقة عمل السلسلة، والفيديو اللي فات اخدنا طريقة عمل غرزة النص عمود. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ ناخد غرزة العمود بلفة. طبعا زي ما اتعودنا احنا بنلف الخيط كده على ايدينا، بنمسك بالصبعين دول طرف الخيط وبنيجي هنا في المنتصف كده اهو، وبحط صباعي ده كده وبلف علامة اكس، وبمسك علامة الاكس دي بالصباعين التانيين بالشكل ده، وندخل الابرة. وقلنا لازم نخلي بالنا الابرة دايما تكون متجهة للاسفل، سن الابرة نازل للاسفل كده، وبنلف الخيط على الابرة ونسحب كده. احنا عملنا عقدة البداية، العقدة اللي بتخلينا نتحكم في الخيط، بنوسع او نضيق. ولو عايزين نفك الغرزة دي بتتفك معانا بسهولة بالشكل ده. يبقى تاني مع بعض بنمسك كده وبنيجي في المسافة بتاعة الخيط في المنتصف هنا، بنلف الخيط كده على صباعنا زي علامة الاكس، وبنمسك علامة الاكس. ادي علامة الاكس، الخيط ده والخيط ده عمل معانا علامة اكس. بنمسك هنا وندخل الابرة، بيكون سن الابرة نازل لتحت كده، وبننزل بالابرة تحت الخيط وبنلف عليه وبنطلع. شايفين سن الابرة نازل لتحت، وبنطلع من الفتحة دي بكل سهولة. وبكده احنا عملنا غرزة البداية. طيب طبعا اساس كل الشغل عندنا هي يعتبر السلسلة، اساس كل الشغل. فاحنا بنشتغل سلسلة، بنشتغل كده مع بعض عدد من السلاسل بالشكل ده. طيب في البداية حابة اقول لكم ان احنا اي حاجة هنشتغلها بغرزة العمود هنشتغل عدد السلاسل اللي احنا عايزينه، مثلا وليكن مثلا عدد السلاسل اللي احنا عايزينه 5 سلاسل. تمام، ادي 1 2 3 4 5 مثلا، هما دول. وليكن القطعة اللي احنا عايزين نشتغلها 5 أو 10 سلاسل. طيب لو قلنا 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام كده احنا عملنا سلسلة 10 سلاسل موجودين فيها. بنعدهم ازاي؟ نركز كده مع بعض. دي بتكون اول سلسلة، دي 1 ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. علشان نشتغل غرزة العمود بلفة بنرتفع 2 سلسلة، بنحسبهم اكنهم ارتفاع فقط مش اكتر من كده. يبقى اللي بعد 10 ادي 11 12، 11 وال12 دول ارتفاع بس، مش بنشتغل فيهم، عبارة عن ارتفاع عشان لما نلف القطعة تطلع معانا المستقيمة ومظبوطة، ما فيهاش اي يعني ايه، ما فيهاش اي تناقصات، او الشكل يفضل مظبوط معانا، سواء كان هيبقى مربع مستطيل كده. تمام، مش معوجة، يعني ما فيهاش اي اعوجاج. طيب هنفوت السلسلتين دول وهندخل في السلسلة رقم 3. يبقى احنا هنسيب 1 2 وهنيجي عند رقم 3. طب هنيجي عند رقم 3 هنعمل ايه؟ هنلف اللف على الابرة زي ما كنا بنعمل في غرزة النص عمود. نلف لف على الابرة وهندخل في السلسلة رقم 3. ادي 1 بسيبها، 2 بسيبها، بشتغل في رقم 3 بالشكل ده وبسحب. بيبقى زي غرزة نص عمود تمام، بيبقى 3 لفات على الابرة بس. المرة بمسك هنا جنبهم، بمسك في الحتة دي عشان خاطر ايه الغرزة تطلع مظبوطة. بس الفرق ان احنا في غرزة النص عمود كنا بنلف بالشكل ده ونسحب، صح؟ دي كده نص عمود. لا، احنا المرة دي مش هنلف ونسحب على طول. بس نرجع اللي احنا عملناه، مش هنلف ونسحب، لا احنا هنلف بس هنطلع من اول 2، اول لفتين هنطلع منهم. ادي 1 2، هيتبقى معانا كام؟ 1 2، هيتبقى 2 على الابرة. هنلف لفة كمان ونطلع. احنا كده اشتغلنا غرزة العمود بلفة. تاني ونكرر تاني، هنلف لفة على الابرة وندخل كده في السلسلة ونسحب. هيتبقى عندنا 3 لفات، هنلف ونسحب من اول 2
يتبقى 2 هنلف ونسحب من الاتنين الباقيين. كمان مرة هنلف الخيط على الإبرة وندخل داخل الفتحة بالشكل ده. هنمسك هنا عشان الغرز بتاعتنا كلها يطلع مقاسها واحد، ما يبقاش في واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هنلف الخيط على الإبرة ونطلع من أول 2، وكمان نلف مرة تاني ونطلع من الاتنين الباقيين. شايفين الشكل معانا؟ طب يلا نكرر كمان مرة مع بعض. يلا نلف الخيط على الإبرة وندخل في الفتحة كده في السلسلة ونسحب، نمسك هنا، نطلع من أول 2، نطلع من الاتنين التانيين كمان مرة، نلف الخيط على الإبرة وندخل في السلسلة ونسحب. برافو علينا، تمام، سهلة جدا ان شاء الله. بالشكل ده شكلها بيبقى جميل ولذيذ برضو. تاني نلف، يبقى معانا 3 لفات، نطلع من اول لفتين، نطلع من اللفتين التانيين كمان مرة، نلف الخيط على الإبرة وندخل نسحب، يتبقى 3 لفات، نسحب من اول 2 وكمان 2، يبقى عبارة عن 2 و2. ممكن نفتكرها بان السلسلة دي الغرزة دي 2 و2. شايفين؟ كمان مرة كده اهو، 2 و2. يلا اخر واحدة معانا، طبعا احنا قلنا دي العقدة، هنشتغل دي اخر غرزة معانا او اخر سلسلة، ونطلع 2 وكام و2. برافو علينا. يبقى ادي شكل القطعة معانا، بصوا جميلة جدا. طيب انا عايزة اشتغل دور كمان، هعمل ايه فعلا دلوقتي؟ هرتفع سلسلتين زي السلسلتين اللي احنا ارتفعناهم هنا. بعد ما عملنا ال10 سلاسل ارتفعنا سلسلتين. بعد ما خلصت ال10 سلاسل شغل، طب تعالوا نعدهم كده مع بعض. ادي اول عمود، ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مظبوطين. طب ال11 وال12 هما السلسلتين دول هما الارتفاع بتاع العمود من على الجنب. عشان القطعة تطلع مظبوطة هنرتفع برضو سلسلتين هنا كده اهو، وهنلف القطعة وهنشتغل فوق اول سلسلة. ادي غرز السلسلة اتحولت معانا هنا ومن فوق اهم. تعالوا نعدهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي طبعا السلسلتين الارتفاع اللي احنا ارتفعناهم. في الدور التاني هنلف وندخل في اول واحدة بالشكل ده ونسحب 2 و2. تمام، هنلف تاني وندخل في السلسلتين كده اهو، تمام، ونسحب ونطلع منهم 2 و2. كمان مرة نسحب من الاتنين و2. كمان مرة نلف الخيط كده وندخل ونسحب من الاتنين والاتنين مع بعض. يبقى تاني بنلف الخيط كده وندخل ونسحب 2 و2. يبقى تاني بنلف الخيط وبندخل كده فين في السلسلة كده كلها مع بعضها، السلسلة اللي فوق، وبنسحب الخيط 2 و2. تمام، نبدأ نشتغل كله كده الصف كله بنفس الطريقة. هنلاقي معانا في نهاية الصف قطعة مظبوطة بإذن الله، ومفيهاش اي عوجة، ومظبوطة من كل الاطراف، اطرافها مظبوطة ومتساوية. وممكن نراعي حتة ان احنا ايه مثلا نعد العدد بتاعنا في كل سطر ونتأكد هل احنا زودنا هل احنا نقصنا. تمام، برضو حكاية العد دي بتظبط الشغل معانا اكتر. شايفين كده؟ طبعا ده العمود اللي تحت اصبحت كده معانا قطعة مستطيلة او قطعة يعني مظبوطة، الاطراف بتاعتها متساوية. شايفين؟
لو جينا نعد هنلاقيهم مظبوطين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مظبوطين تمام. عايزين نشتغل صف كمان زي ما قلنا، هنرتفع سلسلتين وهنلف القطعة كده، ونبدأ نشتغل فوق كل غرزة من الغرز دول كده، نشتغل فوقيها بغرزة العمود. وبكده يبقى خلصنا النهاردة، وبكده يبقى اتعلمنا غرزة جديدة النهاردة الحمد لله. ويا رب اكون عرفت اشرحها بطريقة سهلة وبسيطة. الغرزة النهاردة كانت غرزة العمود بلفة، ان شاء الله تكون غرزة بسيطة وسهلة عليكم وتعرفوا تنفذوها وتبقى احلى مني كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.